بسم الله الرحمن الرحيم. السويدي إبراهيم، رئيس جمعية الحياة المرضى قصور الكلوي. ضمت الجمعية هذه الحملة هذه بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، والهدف من هذه الحملة هو إنقاذ الأرواح المرضى وخصوص مرضى قصور الكلوي. بالتالي نشكر الطاقم الطبي اللي حضر معنا من هذا المنبر، على راسهم السيد المدير الجهوي، ونشكر كذلك السلطات المحلية اللي قدمت لنا يد المساعدة، راسهم السيد الوالي، ونشكر العاملين والمتطوعين للجمعية، نشكر كذلك المحسنين والمحسنات، المتبرعين والمتبرعات، ونشكر كذلك كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، نجاح هذه العمل الخيري إنساني بالقليل وبالكثير. طلب الله عز وجل بالشفاء العاجل لمرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، والسلام عليكم. اليوم في اليوم الثاني والأخير من حملة التبرع بالدم المنظمة من طرف جمعية الحياة لمرضى القصر الكلوي بمدينة قلميم. الحمد لله كان أولا الإعداد لهذه الحملة هذه مجهودات ديال الاعضاء ديال الجمعيه وديال المتطوعين ديالها، اللي هو كانت تعبئه كبيره جدا من اجل انجاح هذه الحمله هذه. تم التتويج ديالها بالاعداد الجيد والتنظيم الجيد، كذلك التنسيق مع الاطر الصحيه من اجل انها تمر الحمله ديال التبرع بالدم في احسن الاجواء. والحمد لله كان هناك فعلا نجاح كبير، سواء بالكثافه ديال المتبرعين الحمد لله اللي فاق العدد ديالهم 100 اللي وصلنا إليه في هذه اللحظات الأخيرة أو في الساعات ما قبل الأخيرة من الحملة. هذه دعوة للمتبرعين جميعا السكن ديال المدينة كذلك أنها تساهم بزاف وتتطوع بزاف من أجل إنجاح مثل هذه الحملات ديال التبرع بالدم، اللي الهدف ديالها دائما باش يكون واحد ستوك ديال الدم دائما بالمستشفيات الجهويه والاقليميه ديال المدينه. كذلك الشكر الاطر الصحيه والمركز الجهوي لتحقن الدم، وعلى راسهم المديريه الجهويه للصحه والحمايه الاجتماعيه على التعاون ديالها من اجل انجاح هذه الحمله ديال التبرع بالدم.